مرحبا بيكم معايا. أنا جهاد كريم، ومن خلال قناتنا قضايا جهاد كريم بنفتح النهاردة واحدة من أخطر وأصعب القضايا اللي هزت الرأي العام في محافظة المنوفية، وبالتحديد في مركز ومدينة منوف. الضحية في القصة دي مش شخص عادي، ده راجل محترم مؤدب خلوق وبيخاف ربنا. الأستاذ محمد مدير مدرسة، راجل في آخر أيامه في الخدمة، قضى عمره كله في تربية أجيال ومساعدة الناس والوقوف جنب الكل. لكن اللي حصل له يومها محدش كان يتخيله. بعد ما صلى صلاة العشاء في المسجد القريب من بيته وساب ابنه اللي عنده 16 سنة بعد ما حضنه، نازل من الجامع وهو شايف شاب من المنطقة اللي كان دايما بيقعد في عربيات فمية مع بنات في أماكن ضلمة ومهجورة ومفيش لا أمان ولا أخلاق. المرة دي كانت البنت جديدة والمكان ضلمة والدنيا هادية، والراجل قرر يعمل الصح، ينصحه يواجهه يقول له اتقي ربنا. لكن كانت النصيحة الأخيرة. الولد نزل من عربيته وزق الراجل الكبير زقة قوية، خبط دماغه في صخرة وتوفى في نفس اللحظة. مات الأستاذ محمد شهيداً، شهيد الكلمة الطيبة، شهيد النصيحة، شهيد الدفاع عن القيم والمبادئ والعادات والتقاليد. الولد قال دي أختي. طيب السؤال هنا، إزاي تجيب أختك في مكان بالشكل ده؟ ليه كل مرة في بنت جديدة؟ وليه الأستاذ محمد هو الوحيد اللي كان بيواجه وبيقول الحق؟ القضية دي بقت قضية رأي عام، وكل أهل منوف بيطالبوا بالعدالة. وفي الفيديو ده بنعرض لكم القصة الكاملة من البداية للنهاية، شهادة شهود العيان اللي حضروا الواقعة، رد فعل أهل الضحية، تفاصيل التحقيقات والاعترافات. ما تسوتوش لحظة من الفيديو، لأن دي مش مجرد قصة، دي قضية بتتكلم عن ناس ممكن نكون إحنا مكانهم في يوم، ناس ماتت علشان تقول كلمة حق. انضموا لينا في قناتكم قضايا جهاد كريم، وخلونا نكمل رسالتنا سوا، ننور نوعي نحمي مجتمعنا من اللي بيحصل حواليه كل يوم. ادعوا معانا للراجل الطيب ده بالرحمة والمغفرة، وادعوا لأهله بالصبر والثبات. وما تنسوش لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتفعل الجرس علشان